النادي الاهلي بهدفي عبد الله سعيد ومحمد فضل. ابو تريكه شوف كم واحد بيروح عليه على طول، واحد واثنين. وادي الجمل يلعبها وواقع، ان شاء الله يكون سليم. ادي برضو اللعبه اللي فاتت بتتعاد ما بين احمد فتحي ومحمد ابو تريكه، ان شاء الله يكون سليم. التعليمات واضح ان في اغماء، لسه ابو تريكه معاه فضل ومتعب. مع الجهاز الطبي للنادي الاهلي نزل اهو الكل، تلموا حواليه ان شاء الله يتعافى ويقوم. بعدين لحم الموسم على طول بتواصل مع البطوله الافريقيه. ادي عدل اللعبه انه اتخبط في وشه، ان شاء الله يكون سليم. ده بقى ما بيقعش الا اذا كان طبعا مصاب او اتعرض لاصابه. لسه معاه الجهاز الطبي مع محمد ابو العطارات. كل لعيبه بتلعب تحت ضغط كبير، كل معاه كل لعيبه النادي الاهلي والجهاز الفني والطبي. سلامات يا محمد ان شاء الله. بيتكلم مع محمد فضل. لعيبه الله يكون في عونها، يعني لعيبه النادي الاهلي بتلعب اهو. فاق ابو تريكه الحمد لله. سلامات يا محمد. بعد بطولة افريقيا وبطولة العالم للاندية، وبعد بطولة العالم للاندية بيجي النادي الاهلي عشان يستكمل المسابقة المحلية تاني. ضغط نفسي وعصبي وبدني كبير جدا على اللعيبة، يعني ما بقولش الكلام ده طبعا للاعذار او ما الى ذلك، لكن دي الحقيقة. وادي زيدان العرب محمد ابو تريكة الخلوق الموهوب، واضح 4 أو 5 دقايق. اعتقد الجهاز الطبي بيقولوا له لا ما يكملش، يعني بيقولوا المستر مانويل ما يكملش جديده، لكن تعلى فوق. يعني القرار طبعا هنا للطاقم الطبي، لانه الجهاز الفني مستر مانويل عايزه يكمل، وهو كابتن حسام اهو. ادي الدكتور اسامه رجاء واضح بيقول له لا يا محمد ما تكملش، مظبوط كده. يبقى بيحافظوا عليه، لانه من الممكن انه يكون مرهق بدنيا وسلوكه ومهارته، عشان كده محتاج دفعه. هنشوف اهو محمد ابو تريكه لعلاج الخلوق. محمد ابو تريكه جوه الجول. المباراه المثيره توج النادي الاهلي بها وائل رياض شوتس. دموع جيت المباراه، وايضا ربما لما فاز الاسماعيلي في استاد القاهره 2-1 جاب احمد العجوز. قلت لحضراتكم المباراه توقفت لان النجم ابو تريكه ومستر مانويل برضه